أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وندوة الخميس الرياضية. يمكن في الأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن موضوع هام جدا، وهو موضوع الإعلام المرئي المسموع المكتوب. ويمكن اتفقت الآراء بأن هناك تغيرات كبيرة جدا حدثت في السنوات الأخيرة مع كثرة القنوات الفضائية، مع تعدد البرامج الرياضية، مع زيادة مساحتها، وأيضا مع تعدد الصحف الرياضية. كان التركيز في المقام الأول على الإعلام المرئي، وكان هناك اتفاق أن ربما تكون هناك بعض البرامج ربما تكون أشبه سيناريو خاص، ربما يكون لخدمة أشخاص، ربما يكون لخدمة شخص معين، ربما تكون في انتخابات، اتحادات، في أندية، أو ربما تكون لخدمة البعض الآخر. اليوم أعزائي المشاهدين بنركز في المقام الأول عن الإعلام المكتوب. الإعلام المكتوب وسيلة هامة جدا، والصحف الرياضية تعددت بشكل هام جدا، وربما كان في بداية التسعينيات أو عام 90 ربما لم تكن هناك غير صحف الأندية وصحيفة وحيدة هي الكرة والملاعب، ولكن مع نهاية عام 89 وبداية عام 90 الأهرام الرياضي وأيضا أخبار الرياضة، وبعدها العديد من الإصدارات الصحفية، ربما زاد عددها عن 10 أو 15 إصدار رياضي متخصص في الصحف الرياضية الأسبوعية وبعضها يومية، زي صحيفة الكرة اليوم اللي بتصدر بشكل يومي. اليوم نتحدث عن الإعلام الرياضي المكتوب بصفة هناك بها أكثر من معنى وبها نوع من التركيز إلى حد ما، ونحاول نحن نجري اتصالات ببعض السادة الإعلاميين عشان نتعرف على آرائهم، وأيضا سنتحدث عن الإعلام المرئي والإعلام المسموع. طبعا بيسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ عمرو الدرديري ناقدنا الرياضي بالأهرام، وأيضا لا يملك خبرة كبيرة في التعامل الإعلامي المرئي، وقام بإعداد العديد من البرامج على شاشات القنوات الفضائية. أهلا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. أيضا معنا الأستاذ لطفي السعان رئيس تحرير جريدة الكرة اليوم، جريدة يومية تصدر بصفة منتظمة. أهلا بيك أستاذ لطفي. أهلا بيك. قبل ما نبدأ طبعا عايزين نقول هارد لك للنادي الإسماعيلي، عمل مباراة رائعة اليوم مع الترجي في دوري أبطال العرب، يمكن خسر بركلات الترجيح، تقدم في الشوط الأول 2-0 بهدفين رائعين لمحمد فضل، ولكن في الشوط الثاني شهد بعض النشاط الملحوظ للترجي وسجل هدف عن طريق مايكل انرامو، انتهت المباراة بفوز الإسماعيلي 2-1، ودي كانت نفس نتيجة لقاء الذهاب. لجأ الفريقان لركلات الترجيح وفاز نادي الترجي 4-3، وسجل للإسماعيلي عمر جمال وأحمد سمير فرج ومصطفى كريم، وأخفق محمد فضل في الضربة الأولى وعبد الله السعيد في الضربة الأخيرة. أما بالنسبة للترجي فسجل له الدراجي والدربالي والشمامي والكربي. ألف مبروك للترجي وحظ أوفر للإسماعيلي اللي عمل مباراة ممتازة الحقيقة وقدم كل ما لديه في هذه المباراة، ولكن لم يسعفه الحظ. طيب بنبدأ بالزميل عمرو الدرديري. أستاذ عمرو الدرديري، الحديث اليوم يعني في الإعلام سيكون عن الإعلام المكتوب بصفة خاصة. يعني البعض بيقول انه يعني الامور النهارده اصبحت كده بالمعنى الدارج، سمك لبن تمر هندي، كل حد ممكن يشتغل في مجال النقد الرياضي، كل واحد ممكن يكتب عمود، كل واحد ممكن ان هو اذا كان يملك مقدرة ان هو يستطيع ان هو يكون صحيفة ويبحث عن راعي، وبالتالي من الممكن ده انه ينعكس بالسلب على المستوى النقد الرياضي وعلى ايضا اسكاء روح التعصب ما بين الجماهير. الحقيقة أنا عايز أبدأ وأشكر حضرتك الأول على موضوع الحلقة. موضوع الحلقة موضوع مهم جدا ويمس فعلا الصحافة الرياضية ويمس بشكل عام التعصب في الرياضة المصرية، ودي ظاهرة يمكن شفناها لأول مرة، بتظهر جماهير جديدة بشكل جديد وتشجيع مختلف، وظاهرة الألتراس، وهذا كله يمكن راجع من أساس الموضوع هو الكتابات أو النقد الرياضي اللي بيوصل الناس للمرحلة دي. طيب هنكمل حوارنا الساخن جدا مع أستاذ عمرو الدرديري، لكن في تقرير سريع من الإسماعيلية ما بعد مباراة الترجي والإسماعيلي، في بعض الأحداث كده نحاول نعرفها من مراسلنا الأستاذ ميسرة سليمان من الإسماعيلية. أستاذ ميسرة أهلا بيك. ألو. أيوة أستاذ ميسرة أهلا بيك. الو، مساء الخير يا كابتن طارق. مساء النور يا ميسرة. الامور مرت بسلام بعد انتهاء المباراه ولا كان هناك بعض المشاحنات او بعض الاحداث؟ لا والله يا كابتن، هو بالنسبه للجمهور نادي الاسماعيلي الجمهور خرج
كان راضي عن اداء فرقته، وكان كل الجمهور قال ان احنا ضربات الجزاء دي بتطلع اي فريق في العالم، وحتى قعدوا يصفقوا لعيبه الاسماعيلي كلهم نالوا تحيه من جمهورهم. اما بالنسبه لجمهور الصفاقسي جمهور الترجي بقى تقصد، حصل بقى احد الاشتباكات بسبب موضوع الشماريخ، واسفر عنه اصابه احد مشجعي الفريق التونسي. يعني في بعض الاحداث. طبعا احنا تابعنا، يمكن اللي تابع اللقاء كان في القاء ببعض الصواريخ، طبعا ده امر مرفوض، والامن كان يعني عامل حظر حول هذا الامور سواء الصواريخ او الشماريخ، وجمهور الاسماعيلي التزم، لكن البعض من الجماهير الترجي ربما خرجت عن النص، يعني ده طبعا امر مرفوض. بالظبط يا كابتن، بالظبط يا استاذ طارق. لكن انت قلت لي حاجه ميسره اهم ما كان فيها واقعه غريبه حدثت، ان احد اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي قام بالاعتداء على احد الزملاء الصحفيين مراسل المصري اليوم، واضطر ان المراسل غادر النادي واتجه للقسم وعمل محضر في عضو مجلس الاداره، ان ده حاجه طبعا تصرف غير لائق من احد اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي. طيب ميسره، بنشكرك جدا، وعايزين نقول يعني الاسماعيلي قدم عرض طيب، والجماهير زي ما قال لنا ميسره استقبلت اللاعبين بعد المباراه بشكل جيد لاحساسها ان هم قدموا مباراه جيده، لكن التوفيق ما حلفهمش. لكن طبعا زي ما قلنا القاء الصواريخ او الشماريخ مرفوض تماما من الجماهير الترجي، وايضا نفس الشيء بالنسبه لبعض الاحداث اللي حدثت زي ما قلنا ميسره ما بين احد اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي واحد الزملاء الصحفيين. استاذ عمرو، نرجع تاني لموضوعنا، وكنت تتحدث عن الاعلام الرياضي والضوابط. هل هناك ضوابط في العمل الصحفي الان ولا الامور مفتوحه لاي حد؟ فبرضو عايز اقول لحضرتك ان ظاهره انتشار الصحف الرياضيه بكثافه في الفتره الاخيره دي ظاهره ايجابيه جدا، خصوصا ان الرياضه اصبحت صناعه محتاجه جهود بعيدا عن الملعب. لازم في اعلام رياضي يسلط الضوء على الناس دي والابطال دي. لكن النقط المآخذ اللي تؤخذ في الفتره الاخيره ان بعض الصحف الكبيره، وده اعتراف لابد ان احنا كلنا نعترف بعض بيه، الصحف الكبيره بتضطر للاستعانه ببعض الاقلام بتكون مش اعضاء في نقابه الصحفيين او مش اعضاء في رابطه النقاد الرياضيين. انا بعيب على البعض اللي بيستخدم الناس دي اللي بتكتب بشكل ممكن يزكي روح التعصب، لان في النهايه في ميثاق شرف صحفي لابد الناس كلها تلتزم بيه، ولابد ان نعود اليه، لان هو ده ميثاق الشرف اللي هو طيب نقول نسبه قد ايه يا استاذ عمرو؟ يعني انت قلت لي اللي هو غير مؤهل او ما عندوش قدره على العمل في مجال الاعلام الرياضي ويتم الاستعانه بيه عدد مش قليل، نقول قد ايه تقريبا؟ لا يعني مثلا تلت اللي بيشتغلوا في الحقل الرياضي اعتقد انه مش اعضاء في نقابه الصحفيين ولا مش اعضاء في رابطه النقاد الرياضيين، فبالتالي ما فيش سلطه عليهم يعني. لو حصلت اي تجاوزات في الفتره لو كتبوا او تجاوزوا مع اي مسؤول عن الرياضه المصريه بالتاكيد هتحصل، مش هيبقى في حد يرضى على الكلام ده. طيب استاذ لطفي، يعني من الاشياء الهامه جدا في مجال الصحافه وفي مجال العمل الاعلامي المكتوب، هنقول المانشيتات والعناوين. البعض بيقول ان ممكن يكون توزيع الصحف احيانا يهتز، ربما تكون مثلا بعض البرامج في التلفزيون بتقدم خدمه ممكن ربما ان هي تسرع في معرفه الخبر في التحقيق، بتشوف الشخص اللي هو طرف في هذه القضيه سريعا، بتسمع الخبر سريعا. نفس الشيء بالنسبه للمواقع الالكترونيه. هل ده بيدفع البعض احيانا انه يعني يروح في سكك او يروح في موضوعات ومنشطات غير صحيحه من اجل البحث عن التوزيع، او انه بيبحث عن نظريه العرض والطلب، او نظريه ان انا احاول ان انا اوزع بصرف نظر عن اي شيء؟ طبعا ده موجود، موجود طبعا موجود، ما نقدرش ننكرها خالص يعني. لكن انا عايز التقط خيط الحوار من الاستاذ عمرو لما قال ان في دخلاء كتيره على المهنه من خارج ابناء المهنه. ده شيء مهم جدا وده موجود، ولكن حتى احنا كان في اقتراح عرضناه على رابطه النقاد الرياضيين ان يكون هناك دورات لتوعيه هؤلاء الشباب، خصوصا ممن هم ليسوا اعضاء نقابه لكنهم على الطريق، خصوصا بعد ما لاحظنا في الفتره الاخيره ان في بعض الزملاء اللي تحت التمرين لسه
ما بيقدروش يسالوا اسئله في المؤتمرات الصحفيه بشكل جيد. لدرجه ان بتترك انطباع سيء لدى المصدر عن جموع الصحفيين الرياضيين. كلمنا فيها مع الاستاذ عصام عبد المنعم رئيس رابطه النقاد الرياضيين، و يعني اتفقنا ان احنا نعمل دورات لهؤلاء الشباب تثقيفيه. بالعكس، عشان ده شكل يعني الجموع الصحفيين النهارده بقى يختصر في هؤلاء الشباب، لان هم بتلاقيهم موجودين النهارده في المؤتمرات الصحفيه، وغالبا ما تلاقي في المؤتمرات الصحفيه بيبقى في مشكله دايما بين صحفي وبين مدير فني، طريقه عرض السؤال، طريقه التعامل مع المصدر نفسه فهم اللي بيعكسوا الصوره، فهم بيعكسوا الصوره، يا اما صوره سيئه او صوره. طيب بالنسبه للمانشيتات استاذ لطفي، المانشيتات موجوده، ولا بد ان اعترف ان مانشيتات غير صحيحه عن المصدر لمجرد ان انا ابحث عن الشراء او البيع. انت حضرتك قلت لي رقم قبل الحلقه ان 18 صحيفه رياضيه موجوده في مصر. ده لما جينا نطلع تجربه الكره اليوم، جبنا تراخيص الصحف الرياضيه الموجوده في مصر عددها 37 صحيفه رياضيه، لكن اللي بيصدر اسبوعيه اسبوعيه. من يصدر اسبوعي او شهري او 38 ولا 37 37 فرقم مخيف. طبعا، يعني كنا بنتكلم قبل كده في ما قبل التسعينات ان المساله محصوره صعب ان انت تسيطر على ال 37 وما يكتب عندهم، انك تسيطر على السوق وما يكتب عنهم. لكن هو الحل بقى البديل ان انا اكتب مانشيتات لمجرد البيع عن لاعب، ممكن اتهم فلان بحاجه مش كويسه، ان انا اكتب اشياء غير صحيحه فقط عشان ابيع. ما هو ده مش هيبيع، ده هيبيع مؤقت، لان النهارده يعني ده يبيع لحظي، هيبيع لحظي بعد كده يقع. لان القارئ النهارده اللي بيدفع فلوس في الجريده لابد ان هو يكتسب ثقه الجريده. لو فقد ثقة الجريدة بمرور الوقت بيبتعد عنها وما بيقدرش ان هو يواظب عليها بعد كده، وبيفقدها قيمة ومش هيشتريها خلاص، فهو بالتالي خسر. معانا إعلامية كبيرة بنسعد بها كلنا الحقيقة، طبعا أستاذة كبيرة في مجال الإعلام، لما كانت طبعا إعلامية كبيرة في صوت العرب، ثم لما انتقلت لتتولى منصب مسؤولة شبكة الشباب والرياضة، وحققت العديد من النجاحات، ثم عندما انتقلت كرئيسة لقطاع النيل للقنوات المتخصصة، السيدة نجوى أبو النجا. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذه نجوى ابو النجا، طبعا سعداء جدا يعني هذه المشاركه وان احنا اتصلنا بحضرتك، ولكن بسال حضرتك ونحن اليوم نتحدث عن الاعلام الرياضي، ما راي حضرتك في الاعلام الرياضي في الفتره الاخيره، وهل بتشوفي حضرتك ان في طفره ولا ربما بعض الوقت؟ اولا انا بحيي الكوكبه الرياضيه الجميله اللي موجوده معاك في الاستوديو، احنا اللي بنحييك يا استاذ. طبعا شكرا ان انتم بتتذكروني وتتذكروا ان كان لي لا زي فندم حضرتك علامه يعني. لا حضرتك علامه. الاعلام الرياضي، عفوا اتفضل يا فندم. يعني زي ما تقول بيعتبر الكريمه اللي بيحطوها النهارده على وش القنوات. ازاي يعني ايه الكريمة؟ الناس مبهورة وحبة وبتحيط العملية الرياضية بالاهتمام على مستوى اي شخصية في اي مستوى من مستويات حياتنا، تلاقي الرياضة وبالذات على وجه التحديد الكورة. فبالتالي احنا بنتكلم على طبق شهي في حياة الأسرة المصرية والعربية وحتى العالمية. لكن إن كنا وصفنا الإعلام الرياضي فقلنا إنه محبوب وإنه جذاب، لكن نقول ما له وما عليه. أنا بتذكر حينما عهد إلي بشبكة الشباب والرياضة عام 93 إن إحنا كنا بنخبط على باب الاهتمام عند المستمع. يعني إيه؟ إزاي نقدم له معلق رياضي جيد؟ كنا بنعمل اختبارات جيدة جدا للتعليق الرياضي، بيبقى فيها نجوم كبار بيزاملوني في اختيار هذه الشخصيات، واخترنا شوبير واخترنا مجدي عبد الغني وابراهيم يوسف واسماعيل يوسف ونخبة جميلة جدا، وطارق يحيى، نخبة جميلة جدا من المعلقين اللي ما زالوا لحد النهاردة بيملأوا الأسماع والشاشة باختياراتهم الجيدة. معنى كده احنا كنا ما بنفرضش على المشاهد ولا على المستمع أي صوت ولا أي اسم، كنا بنختار الشخصية القادرة اللي لها كل المواصفات الجيدة عشان نقدم المعلق الرياضي. أول ما نقدم التحليل اللي انتوا بتمارسوه بكل يعني نقول محبة شبكة الشباب والرياضة،
عملنا يوم الحد ويوم الاربع من كل اسبوع من 12 ل2. كنا بنعمل استوديو التحليل اللي كان بدايات عمل الاستوديو التحليلي. ده صحيح. بنختار الموضوعات القوية اللي بتهم المواطن، اللي فرضا الساعة على الساحة الرياضية، ونتكلم حواليها ونقول المشاركة. ولما يكون عندنا بطولة نبتدي نجهز لها من قبلها بقد كده، ويبدأ العد التنازلي لحد ما نوصل للساعة 0. لما بيكون في بطولات معينة في داخل وخارج مصر بنرافق الأبطال وبنعيش معهم في أماكن التجهيز للياقة. كان في شيء معين اسمه الإعداد الجيد للجمهور. كنا بنحط حتى اللغة وحتى السلوك وحتى الإمكانيات اللي بيقدمها الراديو أو التلفزيون إزاي تكون جيدة، إزاي عشان الجمهور يقتديها ويسلك معها هذا السلوك. النهاردة بقت القنوات الرياضية بقت قناة لكل مواطن، بمعنى ان انا ما عادش النهاردة ادور قوي عشان اشوف قناة النيل للرياضة ايه البرنامج الجميل اللي ايام ما كان حسام فرحات ماسك القناة اتفقنا نعمل نشرة الاخبار الرياضية الصباحية ونعمل نشرة الاخبار الرياضية المسائية، ونجيب احلى جون اتلعب النهاردة بالليل في فرنسا، ونجيب اجمل جون اتلعب في السعودية، ونجيب الحدث الرياضي الفلاني، واخد بالك؟ فالحاصل ان احنا كنا بندور على الحاجة الحلوة نقدمها. النهاردة كثرة القنوات الفضائية الرياضية وكثرة التناول الرياضي، سوري ما تزعلوش مني، للي له واللي ملهوش، خلت العملية بقى فيها نوع من العتاب. العتاب لأن يجب أن المسألة تبقى محكومة، ويبقى الاختيار فيها بشكل محكوم، ويبقى الأداء فيها بشكل محكوم، ويبقى الجودة هي الأساس، الكيف وليس الكم. يمكن كلامي يزعل ناس جايز، لا ازاي، فهم كلام صريح جدا. انما انا بتكلم وبقول اللي ليا واللي عليا، لاني انا مارستها في الشباب والرياضة لمدة 7 سنوات، ومارستها في قناة النيل للرياضة حينما كانت ضمن بوكيه قنوات النيل لمدة 4 سنوات. وبقول اللي ليا واللي عليا واجري على الله. طب استاذه نجوى، ماذا عن الصحافه الرياضيه؟ هل بتجد ان في تغيير ما بين الفتره اللي حضرتك بتجديها الفتره الذهبيه في التسعينيات والان في الصحافه؟ انت عايز تزعل الناس مني ولا ايه؟ في ملحوظات يعني برضه. انت عايز تزعل الناس مني ولا ايه؟ لا احنا عايزين نعرف راي حضرتك بصراحه. بص يا حضرتك، هنقول مش عايزين نلون آرائنا ولا نلون انتماءاتنا، نقول اصل لونها احمر او لونها ابيض. الجرائد دلوقتي احنا كنا مثلا زمان لما نيجي نقول نجيب مثلا كابتن حسن استكاوي، وانت عارف الراجل قد ايه فير وقد ايه كتاباته. اما نجيب مثلا كابتن عصام عبد المنعم، على فكره بنقول له مبروك. لما نجيب الكابتن عصام عبد المنعم نبقى عارفين مثلا هو معروف هو انتمائه ايه، لكن الكلمه رايحه في سكتها مظبوط ازاي. انت النهارده ساعات تعرف الوان الكلمه، دقيقتين 3 الوان الكلمه، اللون واضح. وبعدين لما تيجي مثلا تحدث ازمه زي الازمه مثلا الحادثه في احد الانديه الشهيره، انا ما بحبش اسمي الاشياء بمسمياتها عشان ما ازعلش حد. ازمه زي الازمه اللي حادثه في نادي من الانديه الكبيره، في اقلام تدخل وفي ناس تزكي النار، وتلاقي المسائل انا معاك يا فلان ومعاك يا علان ومعاك يا ترتان، والدنيا تولع ومش مهم النادي نضحي بيه. لا، برضو الصحافة مع حب الشديد لأصحاب الأقلام الجميلة اللي موجودة، لكن برضو في ألوان في الأقلام. استاذة نجوى أبو النجا الإعلامية الكبيرة، بنشكر حضرتك جدا وسعداء جدا بآراء حضرتك الصريحة. أنا سعيدة بيكم وتصبحوا على خير. استاذ عمرو، مدام نجوى قالت كلام خطير جدا. يمكن الاستاذه نجوى طبعا استاذه الكل واستاذه الجيل، وهي لمست فعلا لب القضيه، وهي كلامها فعلا هو ده المشكله الحقيقيه. صحيح. هل هناك من يسكي النار ويسكي النار زي ما بتقول ويشعل النار، ويعني ممكن جدا انه يلعب دور في يعني نقول سخونة الأحداث وليس الهدوء في بعض الأندية الكبيرة. على فكرة تقصد بالطبع أعتقد نادي الزمالك أكيد على طول. أنا عايز أقول إن في مشكلة خطيرة جدا فعلا في الإعلام الرياضي بشكل عام وفي الصحافة الرياضية بشكل خاص، اللي هي قضية الانتماء.
احنا كنا مش بنشوف قادرين نخلص منه. الانتماء ده شيء صعب جدا ان واحد يظهر انتمائه. انا دلوقتي بشوف بعض الزملاء الصحفيين وانا واحد منهم، بشوفهم بيطلعوا في بعض القنوات وبيتكلموا ويقول لك انا مثلا اهلاوي او انا زملكاوي. انا شايف ان ده كلام زمان كانت الناس تقول له انت اهلاوي كانها تهمه، او انت زملكاوي كانها تهمه، لان هو قاضي وهو محايد. دلوقتي الناس بتفخر بده. انا شايف ان ده كلام مش مظبوط. ثانيا انت بتشوف حاليا ان بعض المعلقين الرياضيين في بعض الاحداث بتلاقيهم بيتكلم وهو منتمي، فالمعلق اللي بيعلق على المباراه بيبدا من بدايه التعصب، هو بدايه التعصب، لان بيعلق على الاشياء وبيبقى ظاهر جدا في كلامه التعصب. فدي ظاهره خطيره جدا لابد من علاجها وعلاجها بسرعه للقضاء على ظاهره التعصب. استاذ لطفي، من الاشياء اللي قالتها مدام نجوى ان انا اليوم بعد 3-4 سطور بقدر اعرف على طول ده انتمائه ايه او قصده ايه. ده ما كانش 3-4 سطور ده كتير. انت من العنوان خلاص انت من العنوان عرفته. هل احنا افتقدنا للشخصيه المحايده او صاحب كلمه الحق حتى لو كانت على نديل صالح سين او صاد بس هو مع الحق؟ هل ده مش موجود النهارده، حاجه من وحي الخيال؟ احنا وصلنا لمرحله، يعني مش عايز حد يزعل مني، للناقد الجمهور. الناقد الذي يملك حرية النقد ويملك قلم يكتب به أصبح مشجع. هتنزعج لو قلت لك أن هناك من يحاول الاعتداء على حكم. صحفيين. أيوة فندم، أنا بتكلم عن صحفيين. أنا لسه ما غيرتش كلام يعني. هناك من يعترض على تغيير مدير فني. المسألة وصلت لمرحلة سيئة جدا في التناول. عشان كده الأستاذة نجوى أبو النجا لما قالت ان الاعلام اصبح الانتماء فيه، الاعلام الصحافه الرياضيه عموما الانتماء فيه واضح وضوح الشمس، ده شيء خطر جدا. وما يزيد الامر خطوره القنوات الرياضيه المتخصصه للانديه، دي علامه خطر جدا. ورسائل SMS بتدعو الى التعصب بشكل غير عادي. طيب انا في زميلنا وليد في الاعداد بيقول لي من جوه، يعني انا سامع بيقول انا ببقى موجود في عليه، يعني ببقى موجود في بعض المباريات اهلي زمالك اسماعيلي، ومع الاهداف ومع الفرص الضائعه بيجد انفعالات الاعلاميين بشكل غير عادي. هل ده معقول يا استاذ عمرو؟ يا استاذ انا يعني الجزئيه دي بالذات، يعني تعليقا على الجزئيه دي، انا بشوف ان عيب جدا على الزملاء الصحفيين. احنا لما الكاميرا بتيجي على مقصورة الصحفيين، انت بتشوف الصحفيين بيشجعوا مع كل جون ومقسومين كأنهم جمهور، بيهتفوا كأنهم جمهور. ده شيء طبعا صعب جدا. الناس لابد ان يعود مرة اخرى الحياد، يعود مرة أخرى إن الناس ما تشتغلش في مجلات الأندية، لأن احنا بنشوف بعض الزملاء بيكتبوا في مجلات الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، بنشوف مدى التعصب الإسماعيلي، بنشوف التعصب اللي بيكتبوا بيه. ده شيء خطير جدا وهيأثر على الصحافة الرياضية. إذا كنا بنناقش قضية الصحافة الرياضية فلا بد إن احنا نتوقف طويلا قدام ظاهرة التعصب الغير عادية للصحفيين اللي منتمين لبعض الناديين. دي ظاهرة الأساسية ودي المشكلة ودي الخطورة الحقيقية. وإذا ما تخلصناش من الجزئية دي أعتقد أن مستقبل الصحافة الرياضية في الفترة الجاية هيكون في خطر شديد جدا، لأن وصل بعض الصحفيين إلى درجة زي ما قال الأستاذ لطفي أن وصلوا لدرجة الجمهور، إن أنت ما بتعرفش ده ناقد أو ده جمهور. طيب أستاذ لطفي، من الأشياء الخطيرة جدا المعلومات والناحية الثقافية. يعني أنا بفتكر كان الراحل نجيب المسكاوي رحمة الله عليه كان مع نهاية كل سنة من خلال الأهرام بيعلن ترشيحه لأفضل 10 رياضيين على مستوى العالم. صار حضراتكم شخص متابع جيد ل 25 لعبة أو 26 لعبة ويعرف كل أبطالها ويرشح الأفضل أو أفضل 10 رياضيين على مستوى العالم. وشفنا الأستاذ نجيب المسكاوي كان رحمة الله عليه يكتب كثيرا بعيد عن الرياضة، يعني كنت أقرأ له في مجالات أخرى. أيضا في عدد كبير جدا منه قاد الاستاذ عبد الرحمن فهمي في اشياء كثيره، استاذ حسن مسكاوي، استاذ محمود معروف يكتب احيانا ممكن في بعض الاشياء الاخرى، والكثير يعني عدد كبير. يعني انا بتكلم على الجيل القديم. في هذا الجيل هل عنصر الثقافه استاذ لطفي قليل ومحدود، وده بيخلي
الاهتمام في المقام الأول فقط بما حدث في نادي الزمالك، ما حدث في النادي الأهلي، الخناقة مش عارف اللي راحت فين وبتاع، لأنه ربما عدم المتابعة لما يحدث عالميا أو عربيا بيخليه الدايرة عنده محدودة شوية. يعني ما يحدث عالميا وعربيا ده حضرتك وديتنا مرحله اعلى، المرحله اللي هي الادنى او المعقوله، انك انت تكون بتقرا في محيط الثقافه العامه داخل وطنك على الاقل، ودي مفقوده، على اعتبار ان دي كانت متعه بالنسبه لنا، المتعه الوحيده لينا في سننا، يعني في مرحله من المراحل كانت المتعه الوحيده اللي عندنا هي القرايه، ما عندناش متعه هنرجع تانية. لرايك، لكن بمناسبه الثقافه معانا اعلامي الحقيقه رائع، يعني اشتغل في كل مجالات الاعلام، مراسل حربي، وقام بامداد المكتبه بالعديد من الكتب الرائعه في حتى في مجال العسكريه كمان يعني، وايضا قدم برنامج ناجح في حرب اكتوبر عام 73، وقدم برنامج ناجح ايضا عن الرياضه في صوت العرب، وعندما تولى فيما بعد شبكه الشباب الرياضه والاذاعه حقق نجاحات رائعه اعتقد كلنا عرفناها. الاستاذ حمدي الكنيسي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاسبق ايضا. اهلا بيك استاذ حمدي، وكل سنه وحضرتك طيب. الو. اهلا استاذ طارق. استاذ حمدي كل سنه وحضرتك طيب، بنعرف النهارده عيد ميلاد حضرتك. متشكرين وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب. استاذ حمدي، نتحدث في قضيه هامه جدا، ولسه كان سؤالنا للاستاذ لطفي السقعان رئيس تحرير صحيفه الكره اليوم. ايوه. هل حضرتك الجانب الثقافي للاعلاميين في العصر الحالي سواء كان الصحافه المكتوبه او الاعلام المرئي، هل اصبح محدود قياسا بالجيل السابق؟ كنا نتحدث عن نجيب المستكاوي، كنا نتحدث عن العديد من الصحفيين، مش عايز حد يزعل مني، ربما كان المتابعه العالميه والمتابعه العربيه والمتابعه لكافه الانشطه بتمكنه انه يكون عنده حضرتك امكانيه انه يكتب في اي شيء ويجد قبول رائع. هل بتجد حضرتك ان العنصر الثقافي قل جدا بالنسبه لعدد كبير من الاعلاميين؟ هو الحقيقه يا استاذ طارق، العنصر الثقافي يعني تقلص وبالنسبه ملحوظه، ليس فقط بالنسبه للاعلاميين المهتمين بالرياضه او العاملين في المجال الرياضي، وانما بصفه عامه. يعني هذه للاسف يعني سمه دلوقتي واضحه للكثيرين في مختلف المجالات، انما هي لا يمكن يعني تجاهلها او تجاوزها عندما تكون يعني متصلة بالاعلام بصفة عامة والاعلام الرياضي بصفة خاصة، لان الاعلام الرياضي ده بيوصل قيم ومبادئ للمشاهدين والمستمعين المهتمين بطبيعتهم بالرياضة، لان الرياضة سلعة رائجة جدا جدا، وبالتالي من خلالها نستطيع ان يعني نغرس او نؤكد القيم والمبادئ التي تتصل بالرياضة بصفة عامة. فانا معاك تماما ان دي ملحوظة لابد اننا نتوقف امامها باهتمام كبير جدا. طيب استاذ حمدي، الشيء الاخر، بتجد حضرتك ان احنا يعني حديثنا الاكبر النهارده عن الاعلام المكتوب، وحضرتك متابع وقارئ جيد جدا، بتجد حضرتك ان هناك فارق او ان في طفره حدثت الى الاسوأ مش الى الاعلى في مجال الصحافه الرياضيه المكتوبه، ولا طفره حدثت الى الافضل؟ هي طفره كبيره جدا، لان دلوقتي الاعلام الرياضي من خلال الاذاعه والتلفزيون ثم من خلال الصحافه، وانت يعني اردت اننا نتوقف امام الصحافه بالذات، يعني انتشر بشكل كبير جدا. انما يعني ما اخشى ان الرغبه في الاثاره والانتماءات التي تعكس قدر من التعصب بتضيع الحقائق في امور كثيره جدا، ولدرجه من مثلا اننا شفنا دلوقتي النقد المستمر للتحكيم رغم اخطائه، وانا معاك ان في اخطاء في التحكيم، انما برضو دي يعني جعلت المتفرجين والمشاهدين والقراء للاعلام الرياضي الصحفي يعني مهيئين تماما ان هم يتعصبوا، وان هم قد يعني تنفلت الاعصاب في متابعة بعض المباريات. فبرضو انا الحقيقة معاك في ده، وانت زي ما بدأت الكلام يا استاذ طارق ان يعني القاعدة الثقافية الحقيقية
لمن يمسك بالقلم ويكتب في الاعلام الرياضي الصحفي او غير الصحفي. ده شيء مهم جدا، وممكن تنبه الى مخاطر يعني استسهال عملية الإثارة واستسهال عملية التعصب لهذا اللون أو ذاك. الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، بنسعد جدا بآرائك أستاذ حمدي، وأنت الحقيقة نموذج وقدوة رائعة لأي إعلامي سواء كان في مجال الإعلام المرئي أو المكتوب أو المسموع. طبعا حضرتك اسم وتاريخ كبير، بنشكر حضرتك جدا يا فندم. أنا بشكرك يا طارق وأتمنى لكم مزيد من التوفيق. شكرا يا فندم. شكرا. أعزائي المشاهدين، هنرجع تاني لزميلنا الأستاذ عمرو الدرديري وزميلنا الأستاذ لطفي السعان، لكن نتوقف لحظات مع هذا الفاصل الإعلاني. بتحب الأدعية والأغاني الدينية؟ اتصل بالخط الإسلامي على 1443 من أي محمول واسمع وابعت كل الأدعية والأغاني اللي بتحبها. اتصل على 1443. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في مسابقة عمرة عيد الأم. اتصل على 1440 وسجل اسم ست الحبايب واهديها رحلة عمرة في عيد الأم، وهنعرف اسم الفايزة يوم عيد الأم. اتصل دلوقتي واهدي ست الحبايب هدية العمر في عيد الأم. وفي أحلى من زمان، وأيام زمان، وأغاني زمان. دلوقتي والأول مرة ممكن تسمع وتبعت أحلى أغاني زمان. اتصل على 1455 من أي محمول. 1455 أحلى أغاني الزمن الجميل. عودة من جديد أعزائي المشاهدين لندوة اليوم الخاصة بالإعلام الرياضي. ضيوفنا الأستاذ عمرو الدرديري زميلنا بالأهرام، والأستاذ لطفي السعان رئيس تحرير الكرة اليوم. على فكرة الأستاذ حمدي الكنيسي من خلال حواره كان يتحدث عن التحكيم والهجوم عن التحكيم. في الحقيقة اقتراح جنة من المهندس تامر ماهر من المهندسين. تامر بيقول ان كرة القدم بيحصل فيها نقد كبير جدا للتحكيم من مجال الصحافة والاعلام والجماهير اللي بتتأثر بما يكتب. بيقول طيب في كرة السلة وفي بعض الالعاب الاخرى في قرارات بتتاخد عقاب للجمهور، استحواذ، رميات حرة، اخطاء فنية، كلنا عارفين مثل هذه الامور. بيقول ممكن في كرة القدم طبق هذا النظام، ممكن جدا ان احنا نعمل زي خطأ فني، ممكن نعمل انذار، ممكن يعني حاجة الجمهور يشعر من خلالها ان فريقه ممكن يتدرب. ده والله اقتراح ممكن جيد ويدرس. يعني هرجع تاني للاستاذ لطفي. استاذ لطفي، في الاسبوع الماضي وانا معايا الاستاذ علاء اسماعيل الزميل العزيز في اخبار الرياضة، وايضا معد برنامج الكرة مع شوبير، وايضا كان معانا اللواء عصام صيام. كان في اتفاق ان احيانا هناك بعض البرامج على بعض الشاشات عبارة عن سيناريو معمول بدقة. يعني انا النهاردة مثلا في فرقتين بيتنافسا على دوري او على الهبوط، على البقاء من الصعود من دوري الدرجة الاولى الى الممتاز، او هناك انتخابات، او هناك اتحاد كرة القدم، السلة، الطائرة. بيحصل اتفاق ما بين هذه الوسيلة ايا كانت على ان احنا مع فلان، وان احنا هيبقى في اتصال بفلان وفلان وفلان وهنقول كذا. هل في الصحافة هناك احيانا سيناريو دقيق لمثل هذه الامور في بعض الصحف؟ والله هي اصل هنا الحالة مختلفة.
الامر المرئي ربما انت بتنتج فيلم في النهايه او بتنتج فيلم تسجيلي لمده قصيره، لكن في الصحافه انت بتاع كل الناس مش بتاع اتجاه واحد. بس تستطيع ان تسقط فلان او تقلل من اسهمه، تستطيع مثلا تمام. ان تساند نادي، تستطيع هذه ان تختلق وتفتعل المشاكل هذه داخله. التجربه ظهرت في مصر في بدايه التسعينات، ما كانتش موجوده قبل كده. ما كانتش موجوده قبل كده. وده للاسف برضو ما حدش وضحه، ان مفهوم الاعلام في العالم كله اتغير. انك انت النهارده اللي يقول لك ايه انا ناقد محايد، انت ما بتعرفش حاجه. مع احترامي يعني اللي يقول لي انا محايد ده ما يعرفش حاجه. طب انت النهارده بتكتب ليه؟ ما انت بتكتب عشان توجهني. المفروض انت عندك رؤيه بتقدر توجهني ليها. فالنهارده انا مع الاعلام ان هو يكون موجه، بس لازم يكون موجه برأي. ايوه طبعا، ايوه طبعا. مش هو في النهايه معين. انت كاعلامي المفروض انت بتوجه الراي العام، بتوجه الراي العام الى الصح مش الى الخطا. طب انت بتشوف ان التوجيه بيكون في الصحف اختلط الحابل بالنابل، واصبح كل ذي مصلحه يسعى وراء مصلحته بهدف يتستر حوله بانه يدعي الحياديه وان هذا الاصلح. كلامك ده خطير جدا، نعيده تاني. اصبح، معلش نعيده تاني. اتفضل. اتفضل قوله. لا اتفضل. لا قوله تاني، انا عايز عشان انا بقول لحضرتك اختلط الحبل بالنابل. كل من لديه مصلحه يسعى اليها. كل من لديه مصلحه أكيد. يسعى اليها اكيد. وكل واحد تختلف المصلحه عنده. فالنهارده اللي بيعشق فلان بيسعى الى تمجيده. هو احنا في مصر عموما لما بنحب حد بنخليه نبي، ولما بنكره حد بيبقى ابليس. طب ولو لينا ما عندناش وسطيه. لو لينا يعني ده هيبقى ابو الانبياء. يعني لو في مصالح معاه بيبقى ابو الانبياء. لكن ارجع طيب الظاهره دي موجوده على مستوى الانديه، على مستوى الاشخاص، على مستوى المنافسه في دوري درجه اولى، في ممتاز. احنا بنتكلم بظاهره عامه، ما بنتكلمش فقط على الانتخابات، بنتكلم على منافسات بين انديه، بنتكلم على منافسات بين اشخاص، اتحادات، يعني في كل الامور في الصحافه الرياضيه. مش طبيعي. انت في مجتمع في الصالح وفي الطالح. يعني انت في مجتمع عندك هذا وعندك ذاك. المسألة كلها كل الألوان موجودة. القارئ بيقدر يتعرف على ده المتلقي اليوم، ولا ربما المستوى الثقافي أيضا إنه ممكن جدا يتأثر بده؟ طبعا ده مستوى واقف على مستوى الثقافة ذاتها. المستوى الثقافي اللي بيتفرج او بيتابع ده القارئ يحس دي حاجه فيها مصداقيه. اكيد. القارئ او المشاهد. حجم الثقافه اللي عنده هيقدر يحدد اذا كان هذا توجه او هذا افتراء. هو اللي بيقول. على المظهر هو اللي بيقول. لان المسائل النهارده ما بقتش قصر على اقول لحضرتك احنا كنا بنقعد زمان نستنى المعلومه في اذاعه الشرق الاوسط الفقره الرياضيه عشان نعرف الماتشات خلصت كام. ما كانش فيه وسيله، انما النهارده الوسائل بقت منتشره جدا، كترت. هتتابعها في التلفزيون او على المواقع الالكترونيه في اكتر من وسيله. طب استاذ عمرو الدرديري، استاذ لطفي قال كلام خطير جدا، قال ان هذه الظاهره وهي ظاهره المصالح والحملات الاعلاميه، او ربما التوجيه لسين او صاد او اسقاط سين او صاد ايا كان، نادي او شخص ما كانش موجود لغايه منتصف التسعينات، ثم بدات فيما بعد هذه الامور ان انا ممكن احاول ان انا اختلق المشاكل داخل نادي، اختلق المشاكل عشان ارجح كفة فلان على فلان اذا كان في انتخابات، اختلق المشاكل في المنافسة في دوري الدرجة الاولى لصالح شيء على اخر. ده ما كانش موجود لغاية منتصف التسعينات. فعلا ما كانش موجود. لكن انا عايز اقول يعني اختلف في جزئيه مع الاستاذ لطفي ان لا، موجود وموجود بقوه. وفي بعض الصحف ومعروف توجهها بيبقى معروف ان ده مع فلان ضد فلان، وده بيظهر في انتخابات الانديه. معظم الانتخابات الانديه او الاتحادات، شفنا معظم انتخابات الانديه الاخيره من 3-4 دورات في توجه صريح. البعض بيدعي حته ان لا انا ما اكونش محايد، لازم انا اكون اوضح للراي العام ايه الموقف، والصحفي المحايد ده صحفي مش فاهم حاجه زي ما الاستاذ لطفي قال. لا انا مختلف، انا صحفي مهمتي ان اكون محايد، ومهمتي ان اعرض الراي والراي الاخر. يعني انت مع مدرسه ان انت تقدم المعلومه وتقدم التحقيق وتترك الحكم للجمهور. الحكم للجمهور. لكن الاستاذ لطفي بيقول لا انا اعرف ده ايه واتجاهه ايه وساند
الشيء اللي انا حاسس بيه انه هيفيد هذا المكان. لا، اثناء الانتخابات لازم اعرض الراي والراي الاخر، واعرض الراي والراي الاخر وأترك لك كذا الحكم. مره، والقارئ ذكي جدا وبيفهم. انا بدي رساله اعلاميه، القارئ بيتلقى الرساله، المتلقي ده بيفهم الرساله كويس جدا وبيبقى عارف ان الصح كذا والغلط كذا. على فكرة لكن انا لما اقعد اقول له ان لا اختار فلان عشان 1 2 3، لما بقول له اختار فلان انا ابقى موجه. انا طب وليه اقول له اختار فلان وليه احجر على راي المتلقي؟ طب ما انا اسيب المتلقي يختار براحته. طيب انا عايز اقول احنا ما بنقولش اختار فلان، بس عشان نوضح برضه ان احنا ما بنقولش اختار فلان. احنا بنوجه ان ده فلان فكره كذا. انت ما تقدرش تقول لواحد خد فلان، ولا انت اغتصبت حقه في ان هو يختار بحريته. دي مسألة صعبة جدا. انا يعني يبدو ان تفهم كلامي غلط. لا يعني انا حته بس محايد وغير محايد. انا مؤمن. لا انا برضو مختلف وما زلت مقتنع تماما ان الصحفي كلمة محايد هذه غير موجودة على الاطلاق. لكن هل هو السؤال استاذ لطفي اللي عليه اعتراض؟ استاذ لطفي المفروض ان حضرتك بتوجه رسالة اعلامية. بس شيء هام انت قلت ان المفروض ان توجه الرسالة الإعلامية. لو كنت أنا مش مؤمن بنظرية الحياد أو مؤمن أن أنا أكون موجه لخدمة الشيء الطيب، ربما زي ما أنت بتقول أن الغالبية العظمى لا توجه إلى الشيء الجيد، ربما توجهك إلى مصالح خاصة. أنا بتكلم في الحاجة الكويسة. فيما هو سيء ماليش علاقة بيه بقى. يعني ما الاستغلال السيء أنا مش بتاعي. أنا بتكلم في الجزئية. تعالى نسأل. هعرف إزاي إن أنا اللي رأيي صح؟ ما يمكن أنا رأيي غلط. ما يمكن أنا من وجهة نظري إن في انتخابات أو في أي حاجة أنا وجهة نظري إن النادي الفلاني هو اللي على صواب والنادي الثاني هو اللي على خطأ. دي وجهة نظر انا شخصية. تمام. اعرف منين ان انا وجهة نظر الشخصية دي انا لازم اكون مش محايد ولازم اقول ان لا النادي الفلاني. دي تتوقف. تعالوا ناخد دي تتوقف على الخبرة في المجال. دي تتوقف على الخبرة في المجال. تعالوا ناخد صحفي محايد جدا بنقدره ونحترمه، اراءه الحقيقة بتحظى باحترامنا جميعا، وهو ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد سيف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ طارق، واهلا بالزملاء الاعزاء استاذ لطفي والاستاذ عمرو دردير. متابع الحوار يا استاذ محمد ولا يعني اقول لحضرتك كان في نقطه كده فيها خلاف هام جدا، حضرتك تابعتنا ولا يعني اقول لحضرتك الخلاف كان الان ما بين الزميل عمرو الدرديري والزميل لطفي الان على الصحفي، هل لابد ان يكون موجه ويتحرك من اجل صالح معين ولا لابد ان يكون محايد ويترك الامر للجمهور؟ لا، ما هو موجه ده يبقى خلاص، يبقى ما ينفعش يبقى صحفي، ما ينفعش يبقى اعلامي. ما اصل كلمه موجه دي موجه من مين وليه؟ استاذ لطفي بيقول ان انا ممكن اوجه مش بيوجهه يقول له خد فلان، يعني اوجهه للصح، يوجه القارئ للصح. لا ما انا عايز افهم بس انا كاعلامي ابقى موجه ولا موجه؟ مش موجه كده. انا بقيت لا هو انا اقول لحضرتك نقطه الخلاف استاذ سيف. هو استاذ لطفي بيقول ان لو في قضيه ما انا لابد ان انا اقول رايي وانحاز له بكل قوه. لا استاذ عمرو بيقول لا انا اعرض الحقائق ولا افرض رايي، يعني اقول انه فلان مثلا في انتخابات او النادي فلان مرشح لبطوله او ان السنه دي في حكام ممتازين او في لاعبين، واترك الراي في النهايه للجماهير. ده كان الخلاف ما بين الاستاذ لطفي والاستاذ عمرو. ما هي مساله نسبيه يا استاذ طارق، مساله نسبيه، لكن في النهايه لكن بشكل عام ما اقدرش ابقى عامل كده زي الحاجه الفلات كده، او بعمل زي الطبيخ اللي ما فيهوش ملح، يعني ان انا مجرد عارض انا مش عارض ازياء. لا، يعني انا بقول ان انا حول الانتخابات ده كويس وده كويس وده كويس، ده اسمه محمد وده اسمه علي وده اسمه يحيى. طب انا كناخب برضه استفدت ايه؟ لا، انا لازم يكون ليا راي. ليه بقى الراي ده بيجي منين؟ اهم حاجه يكون رايي مش موجه، يعني ايه؟ مفيش حد يعني موجهني فيه، لكن انا المفروض انا عين المتلقي او عين الناخب. يعني انا العين بتاعته اللي هو في حاجات هو ما يقدرش يكون شايفها او عارفها، وانا بحكم عملي وبحكم خبرتي ان انا بنقل له الصوره وبقول له رايي من واقع الخبرات اللي انا عندي والصوره اللي انا شايفها. لكن في النهايه هو له حريه الاختيار. لو احنا بنتكلم مثلا على عمليه انتخابات، لو انا بتكلم على ازمه موجوده انا بقول له الازمه بشرحها الاول وايه ابعادها وايه اللي بيحصل فيها، وبقول رايي من خلال برضه معرفتي بما يدور في المطبخ او بما يدور وراء الكواليس. ثم في النهايه القارئ او المتلقي
هو في النهايه عليه ان هو يختار. يستوعب اللي انا بقوله بقى، يصدقه. عايز اقول لك على حاجه، المتلقي ما اصبحش غبي دلوقتي. كان زمان ممكن ان احنا ممكن نلف وندور حواليه ونوجهه زي ما بنقول نبرمه بالبلدي دلوقتي كده. فاهم كل حاجه. دلوقتي المتلقي لا، المتلقي مش بيقرا بقى بين السطور، ده بيقرا يعني لغه عينيك وانت على الشاشه، يعرف المصداقيه في عينيك ولا لا. بس انا اللي انا بقوله، انا بتفق مع استاذ لطفي في جزئيه ان احنا اعرض المساله لكن لازم يكون ليها راي، والا القارئ النهارده او المتلقي او المستمع او المشاهد يعني ايه اللي هيستفيده بمجرد ان انا اعرض له القضيه سطحيه دي ابعادها ودي احداثها وانتهت على كده. لان هو عايز يعرف ايه اللي وراء الاحداث، ايه اللي وراء الستاره، وانا كصحفي او كاعلامي رايي ايه، لان المفروض انا صاحب راي في النهايه. طيب استاذ سيف اتفضل استاذ سيف. لكن الاستاذ عمرو عايز يقول ان احنا بس علينا ان احنا يعني نقدم المعلومه فقط، ده دور مهم، لكن اقدمها كده يعني وخلاص ما ينفعش. هو لا يا استاذ محمد، انا بقول ان احنا نقدم المعلومه ونقدم الراي والراي الاخر، لان في البعض بياخد اتجاه واحد وبيسيب الاتجاه الثاني تماما. هي دي الجزئيه اللي انا بتكلم فيها يا استاذ محمد. لا انا معاك يا استاذ عمرو، لكن هي ايه، انا بقول ايه، ان يعني انت في راي، بس يعني لازم يبقى في رايك، انت رايك بتقوله، والا النهارده لو انت بتتناول موضوع وكتبت الموضوع دوت، ليه النهارده ممكن تيجي في العمود بقى الخاص بيك بتقول رايك؟ مظبوط. طيب استاذ سيف، خلينا نروح لقضايا اخرى ونعرف راي حضرتك فيها. الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي قال ان في فارق ما بين المستوى الثقافي لمن كان يعمل في مجال الاعلام من قبل وكان يهتم بالنواحي الثقافيه بالاطلاع، كثير البحث والاطلاع، وربما الان. هل بتجد، وانت طبعا حضرت عدد كبير من العمالقه في مجال الاعلام، ان هناك فرق كبير ما بين هذا الجيل اللي انت بدات فيه والان؟ بالتاكيد، وللاسف بقول لك الفرق يعني بيتجه اتجاه سلبي. يعني لا، فرق كبير بين اجيال انا عاصرتها او اتعلمت منها، واجيال انا بشوفها صاعده لا دي عندها زمان زي ما انت بتقول كده. احنا كنا بنحاول، مش بنحاول، بنسعى للقراءه، بنسعى رغم ان الوسائل اللي هي بتاعت المعرفه وتلقي المعلومه ما كانتش بالصوره الموجوده دلوقتي. دلوقتي لا، دلوقتي في جيل طالع السرعه بيجري، بيلهث للاسف ورا الماده قبل المعلومه. المساله احنا عندنا كان زمان لما كان الواحد يقعد، انا فاكر اول مره دخلت فيها وانا طالب في كليه الاعلام، رحت اتمرن في الجمهوريه، كان موجود الاستاذ ناصر سليم رحمه الله عليه. كنت بقى وداني اجيب اخبار من الاتحادات ومن نادي الزمالك. في يوم من الايام انا كنت جايب حوالي بجيب كل يوم ب5 6 اخبار، مفيش حاجه بتتنشر. ففي يوم جبت حوالي 7 اخبار، نزل منهم 3. فرايح فرحان جدا بقى، مستني ان انا وانا قاعد الساعه 12 كده، ولا 12 كان بيجي الساعه 1، ان انا اول لما يشوفني برافو يا محمد وعرضي وكويس وشد حيلك وايه الجمال ده وبتاع. اول لما شافني يعني مش هقول لك الكلام اللي قاله لي كان اقصى من العلقه. يعني خبط على المكتب كده وفزعني، قال لي انت فاضل لك 10 سنين عشان تلمس الكرسي ده بالقعده بتاعتك. يعني عشان تقعد على الكرسي ده بقى قدامك 10 سنين. ايه اللي مقعدك هنا؟ قوم انزل على النادي مش كذا. النهارده الصحفي جاي جديد قاعد، تليفون اسهل حاجه بالنسبه له. في ناس انا اعرفها قعدت سنه سنتين النادي اللي بيغطيه ما بيروحوش، كل معلوماته بالتليفون. يقول له يا ابني انزل، حتى خلي المصدر يتعرف على شكلك. طبعا ده مهم جدا. مساله القراءه والاطلاع لا دي مش موجوده، يعني يا دوبك البعض اللي يكتفي بقراءه الصحف اليوميه، انما يقرا كتاب او يقرا او يطلع او يخش على النت او الكلام ده كله. لو دخل على النت بيخش عشان يشوف المنتديات بتقول ايه، يعني بيخش يشوف صحابه قايلين لبعض ايه، مش بيخش على النت عشان يشوف مواقع، يشوف كتب، يشوف لا 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 لا. يعني انا بتفق تماما مع هذه استاذ محمد سيف ناقدنا الرياضي الكبير. فعلا في فرق بين الاجيال السابقه وفي الاجيال الجديده قوي، يمكن في جيل وسط يمكن لحق او عامل توازن بين الحاجتين يعني شويه. ناقدنا الرياضي الكبير محمد سيف، بنشكر حضرتك جدا وكل التوفيق دائما. انا شاكر لحضرتك يا استاذ. شكرا فندم، شكرا فندم. استاذ لطفي، هل بتجد ان المواقع الالكترونيه اثرت بالسلب على الصحافه الرياضيه ولا افادتها؟ والله اثرت وافادت.
اثرت انها خطفت فئه عمريه محدده من وشريحه كبيره جدا من الصحافه المكتوبه. افادت انها نمت روح المنافسه بينها وبين الصحافه الرياضيه، واعتقد ان اصبح مجال المنافسه بينها قوي، وان كان المجال للصحافه الالكترونيه اسهل من الصحافه المطبوعه على اعتبار انها متاح ان هو يغير في اي وقت، لكن بعد ما الجورنال يطبع مش متاح انك تغير في طبعات اخرى يعني. لا انا شايف ان الصحافه الالكترونيه هي مستقبل الصحافه في مصر، وهي اثرت على توزيع الصحف المكتوبه، وده طبعا واضح جدا. احنا في بلد تعدادها مثلا 70 مليون ولا 80 مليون، لو شفت اكبر جورنال في مصر بيوزع هتلاقيه مش ما وصلش الرقم مليون، فده معناه انه المستقبل الصحافه الالكترونيه. اكبر جورنال في مصر ما بيوصلش مليون، واحنا تعدادنا 80 مليون. اتحدى ان يكون في جورنال النهارده في مصر بيوزع مليون، واحنا عندنا 80 مليون مواطن، فده طبعا ده كارثه بيؤكد ان في مشكله في الصحافه المكتوبه في الفتره القادمه. اعتقد ان المستقبل كله للصحافه الالكترونيه. اعتقد ان الصحافه الالكترونيه دلوقتي بدات تجذب قطاع عريض. الجيل اللي طالع كله، الجيل الحالي كله بيميل للصحافه الالكترونيه. اعتقد انه كمان بيقروا الصحافه المكتوبه من خلال الانترنت. الحقيقه يعني طبعا احنا قدمنا ندوه السابقه كانت اهتمينا فيها بالاعلام المرئي والمسموع، ندوه اليوم كانت عن الصحافه المكتوبه. هنحاول ايضا احنا نقدم ندوه عن الصحافه الالكترونيه او عن المواقع الالكترونيه اللي انتشرت جدا، واللي فعلا معظم الاجيال الجديده يعني بيبقى استخدامها ليها اكتر بكتير جدا من الاشياء الاخرى، ما فيش شك ده واضح يعني من خلال ندوة اليوم كان في آراء جميلة جدا. السيدة نجوى أبو النجا قالت شيء أهم جدا، قالت إنه ربما مع تقدم ودخول عدد كبير من القنوات وزيادة عدد الصحف، إنما ده للأسف هي بتشوف إن جاء بالسلب، ورغم إن هي كانت بتصور إنه يعني المفروض إنه يكون بالإيجاب، وبتقول إنه تعصب زاد جدا، تعصب زاد وعدم المصداقية زادت في بعض الصحف، وإنه مطلوب إن يكون في مراجعة أكتر فيما نكتبه وايضا فيما نقدمه على شاشات الفضائيات. طبعا الاعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي بيقول الثقافه واضح جدا لهذا الجيل اقل ربما من الاجيال السابقه، وربما ده جه بالسلب حتى في بعض الحوارات في بعض البرامج. الاستاذ محمد سيف ناقدنا الكبير بيقول ان هو مع مدرسة الحياد، لكن لابد أن يكون هناك رأي، يعني مع الحياد لابد أن يكون هناك رأي ولابد أن يكون له توجه، ولكن في حدود المعقول. الحقيقه كان معانا النهارده زميلنا الاستاذ عمرو الدردير. الاستاذ عمرو بيقول انا بنتمي لمدرسه الحياد، المفروض ان انا كناقد رياضي ان انا بقدم المعلومه وبقدم التحقيق وبترك في النهايه الحكم للجماهير ايا كان مشاهدين او قراء. اما الاستاذ لطفي السعان رئيس تحرير الكره اليوم بيقول لا، احنا المفروض كصحفيين ان احنا ننحاز دائما ناحيه الصح، لابد ان يكون لنا توجه وفي اتفاق. لا هو مش توجه يعني برضو المساله عشان يبقى الامور مفهومه شويه. لما انت بتختار توجه اكيد عندك اسس لهذا الاختيار او اتجاه يعني، وبتقول اساس اختيارك ده ايه. يعني انت مش بتختار كده عشوائي او لمجرد ان انا بحب الاستاذ عمرو فبخرج بقول ان الاستاذ عمرو هو افضل انسان عرفته في حياتي على الاطلاق. بقول مقومات هذا الرجل كذا، قدرته على الاداره كذا، قدرته على المواجهه في المواقف الصعبه كذا. يعني انت بتدي رؤيه وبعدين تقول ان هذا الاتجاه او هذا الرجل هو من يستطيع ان يتخذ القرار، خصوصا وان الثاني بيعيبه كذا وكذا. فانت النهارده لازم يكون راي تنويري للقارئ. ما هو القارئ بيشترك ليه؟ امال انت ناقد ليه؟ ما هو المسألة لو أنا محرر فقط فأصبحت يقتصر دوري على تحرير الخبر المجرد. يعني عامة الآراء تختلف وتتعدد في مثل هذه الأمور، خاصة إذا كنا بنتحدث عن مجال الإعلام الرياضي. عايز طبعا أقول إن أنا بعتز بكل الآراء النهاردة في حلقة اليوم، سواء من خلال اتصالات تليفونية أو زي الزميلة الأستاذة نجوى أبو النجا الإعلامية الكبيرة، أو الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، أو الإعلامي الكبير الأستاذ محمد سيف. أيضا بشكر زميلنا وناقدنا الرياضي بالأهرام الأستاذ عمرو الدرديري، وأشكر أيضا الأستاذ لطفي السعان رئيس تحرير الكرة اليوم. بشكركم جدا. أنا بشكرك، وبعدين إحنا مش مختلفين لأن إحنا دفعه واحده في اخبار الرياضه من سنه 90 فيعني واصدقاء، فالمساله يعني ايه احنا بنسري الحوار فقط اكيد يعني. واحنا بنعتز جدا بارائكم، وكانت اراء مميزه جدا ومحترمه جدا. شكرا.
يعني طبعا نتمنى اعزائي المشاهدين تكون ندوة اليوم حازت اعجاب حضراتكم. عايز اوجه الشكر لطاقم العمل في الاعداد وليد عبد الجليل، وفي الاخراج مخرج منفذ ايهاب المسلمي، وفي الاخراج المخرج عماد عبد المنصف، وكنت معكم طارق رضوان. قبل ما بختم بفكر حضراتكم ان شاء الله في 10:15 من صباح الجمعة هنكون على موعد جديد من صباح الرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في الاسبوع القادم وندوة الخميس الرياضي. حب الجمهور هو الجائزة الحقيقية للعيب. على قد ما حققت بطولات وجوائز كتير، كان نفسي اخد بجد جائزة من الجمهور. دلوقتي تقدر تشارك بصوتك وتكسب لعيبك المفضل الموسم ده مع كوكاكولا فوتبول اووردز 2009. ابعت رسالة باسم لعيبك المفضل على 93142 او اتصل ب1422. جوائزنا 2 لابتوب كل يوم، وكمان هتكسب اللعيب اللي بتحبه 150,000 جنيه في اخر الموسم. كل ما تشارك بصوتك اكتر، كل ما فرصتك وفرصة لعيبك في الفوز تكتر. شوفوني كل يوم نتابع النتائج في استوديو النيل على النيل للرياضة من الاثنين للخميس 9:30 مساء. كوكاكولا الراعي الرسمي للمشجع المصري. مسابقة عمر عيد الأم. اتصل على 1440 وسجل اسم ست الحبايب واهديها رحلة عمرة في عيد الأم، وهنعرف اسم الفايزة يوم عيد الأم. اتصل دلوقتي واهدي ست الحبايب هدية العمر في عيد الأم. تفسيرات نادرة لإمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. للاستماع لتفسيرات الشيخ الشعراوي اتصل من أي محمول على 1454. أجر الصابرين على الله احترام قدره. اتصل على 1454 من أي محمول للاستماع لتفسيرات الشيخ الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. على الخير والحب والسلام دائما نلتقي احبائي واعزائي الكرام مشاهدي قناه النايل سبورت في كل مكان. حسام صديق يحييكم، واحد لقاءات دوري ابطال اسيا، لقاء مهم جدا بين النادي اصحاب الارض واصحاب الدار النهارده صابا الايراني في مواجهه قويه مع الممثل للكره الاسيويه والعربيه النادي الاهلي دبي. على مشارف وبدايه هذا اللقاء، وملعب اليوم ملعب الدار النهارده استاد يادي كامار امام، وهيبقى بالزي الاحمر والشورت الاسمر فريق الاهلي الاماراتي، وبالزي الابيض اصحاب الارض النهارده فريق صابا الايراني. هي مواجهه قويه وعندهم طبعا من النقاط. النادي الاهلي الاماراتي يدخل في هذا اللقاء ورصيده من النقاط لا شيء بهزيمته في الجوله الاولى. النادي صابا الايراني عنده نقطه وحيده وجابها طبعا من مباراه كانت مهمه جدا مع نادي الهلال السعودي في ملعبه.
يعني عندهم نقطة في داخلين هذا اللقاء، ودي الجولة الثانية. يهمهم طبعا أصحاب الأرض إن هم يفوزوا ب3 نقاط، لكن كل الأمنيات الطيبة طبعا لفريق أهلي دبي اللي نجم طبعا مصر ونجم الكرة المصرية وأيضا نجم القارة السمراء حسني عبد ربه اللي بادئ هذا اللقاء. في أول توقف نقول لحضراتكم تشكيل كل فريق. فريق صابا الإيراني، النادي اللي تأسس عام 2001. رامي تماس صاحب القميص رقم 6 لفريق أهل دبي، يلعبها خالد عبد الله، بلعب باك يمين خالد عبد الله النهارده. هنا التحضير وكابتن التيم صاحب القميص اللي هو مرتزى سعدي قائد الفريق من الخط الخلفي، بيلعب في ناحيه اليمين. بايدين بدايه طبعا هجوميه، والحذر الدفاعي موجود من فريق اهل دبي. ضغطوا طبعا ومسانده جماهيريه كبيره جدا للفريق الايراني. هنا الهجمه في منتهى الخطوره، هنا الاستلام وعاوز يلعب العرضيه لكن يضغط رائع جدا مدافع اهل دبي وتبقى ضربه زاويه. ركنيه محاوله لصاحب القميص رقم 30 لعيب مؤثر جدا، والمنتخب الايراني اللي هو غلام رزاقي. غلام والبحث عن ضربه بدايه وضربه ركنيه، فعلا ضربه ركنيه هيلعبوها ونشوف مع بعض. هنا عملوها في شكل ثنائي جميل جدا، منتهى الخطوره. هنا التمهيد وممكن يسدد، لكن تواصل هجومي وضغط ممكن يسدد قويه. لكن برافو حارس المرمى رائع جدا، حارس المرمى عبيد الطويله، انقاذ ورائع جدا. تصويبه قويه من حمدين محمد والكره تبقى ضربه زاويه. ضاغطين في محاوله لاحراز هدف الاسبقيه في افضليه وضعيه هجوميه، عاملين ضغط كويس جدا. فريق صابا الايراني في محاوله، لا بيلعبوا كوره جميله جدا، يوزع القائم القريب في منتهى الخطوره وهفوه دفاعيه كده من حارس المرمى، لكن الكوره تعدي بسلام وامان. وهدي المدير الفني حميد فارزانا بيقول لهم نضغط، ورائع جدا التواصل والضغط الهجومي في البدايه. يعني بنلعب في الدقيقه الاولى اعزائي المشاهدين، الضغط وادي الانطلاقه. برافو اهل دبي. انطلاقه علي حسين من الجبهه اليسرى، يقف على كورته في محاوله ان هو يربط مع الخط الهجومي. النهارده بادئ احمد خليل وسعد سرور. مقطوعه الكره في نص الملعب، عبيد خليفه 4-4-2 في ناحيه اليمين عند يوسف ناصر حمادي بيلعب في الجانب الايمن. الظهير الايسر رقم 23 في الفريق الايراني يلعب، والبدايه بيلعبوا 3 مدافعين هم في الصوره امام حضراتكم، يعني 3-4-3 هي طريقه وسيستم واستراتيجيه الفريق الايراني نادي صابا الايراني. عاوزين طبعا يصلوا للبونت رقم 4، لكن الكوره تعدي بغرابه شديده جدا، تبقى رمي تماس. اوت لاهلي دبي. نادي الاهلي دبي او اهلي الاماراتي طبعا مديرهم الفني النهارده ايفان هايسك في محاولة ان هم طبعا يقدروا يرجعوا للديار، يرجعوا لبلدهم في دولة الامارات العربية الشقيق ب3 نقاط هتبقى غالية جدا، ويدخل طبعا لاجواء المنافسة على البطولة. يعني فريق واحد بس اللي هيصل في المجموعة الاولى اللي بنتابعها ونشوفها مع حضراتكم. وفي اثناء هذا اللقاء ايضا مباراة مهمة جدا، الهلال السعودي خارج ملعبه مع بختكور اللي بيحتل مقدمة هذه المجموعة. دفاع منظم وضغط هجومي من فريق صابا، لكن برافو الجبهه اليمين هنا زي ما بقول لحضراتكم صاحب القميص رقم 10 احمد خليل وعامل الكفر والتغطيه خالد عبد الله في ناحيه اليمين. تصل الكره عند احمد خليل في محاوله، صاحب البشره السمراء لسه ما شفناش حسني عبد ربه وتركيزه وابداعه ومهاراته العاليه جدا وتصويباته القويه. حسني عبد ربه مع النادي الاسماعيلي كان حاجه جميله جدا، ومع المنتخب المصري يعني اطلقنا عليه انه كامل الاوصاف، لانه لاعب رائع جدا بيتميز بكل مهارات والنواحي البدنيه للاعب كره القدم. لمحه فنيه يا ولد يا لعيب، مش ممكن حاططها كده بطريقه جميله جدا فيها المراوغه وفيها فنيات عاليه جدا. المنتخب الايراني علي دائي، من ينسى طبعا العصر الذهبي لعلي دائي والجيل المنتخب الايراني في 98 في فرنسا لما فازوا على امريكا، كان مباراه كانت مهمه جدا وعملوا مباراه تاريخيه 2-1 في المونديال كاس العالم. هجمه وتواصل هجومي، بيلعبوا الكوره وعندهم مهاره استلام وتسليم عاليه جدا. هنا الكفر والاستلام رقم 7
في المنتخب في نادي صابا الايراني هو حمدين محمد، بيلعب ظهير ايسر. بدلاء نادي الاهلي الاماراتي في الصوره امام حضراتكم. انطلاقه هجوميه لكن تمركز دفاعي ممتاز جدا، تبقى ركله مرمى. ركله مرمى لفريق اهلي دبي. نادي اهلي دبي تاسس عام 1970. عام 1974 75 كانت افضل المواسم لهذا النادي الشقيق اهلي الامارات. عبيد محمد الطويله صاحب القميص رقم 50، هنقول عبيد محمد على طول في حراسه المرمى. كل التوفيق طبعا لاهلي دبي. حسني عبد ربه في نص الملعب بيلبس رقم 12، هي دي فانيلته وده الرقم اللي هو بيتفائل بيه نجمنا ونجم مصر ونجم المنتخب المصري والكره العربيه والافريقيه حسني عبد ربه. روح رياضيه ابعاد الكوره وتبقى رميه تماس. رميه تماس اوت لنادي صابا الايراني. اصحاب الارض النهارده يبحثوا عن 3 نقاط غاليين عشان يرفعوا رصيدهم للبونت رقم 4. عندهم تعادل 1 في الجوله الاولى. الجولة الثانية اللي بنلعبها دلوقتي أعزائي المشاهدين، مشاهدينا الكرام في كل زمان ومكان، مشاهدي ومتابعي قناة النيل للرياضة نايل سبورت. بنتابع طبعا كل البطولات الآسيوية والعربية، وحاجة طبعا تميز لقناة النيل للرياضة وكل أسرة القناة. سلامات لاعب صابا الإيراني إن شاء الله يكمل. نادي صابا الإيراني فرصة بقى كده نقول يعني عن نشأة هذا النادي. اتأسس عام 2001. في هذا الموسم المركز السادس، وبيحتل طبعا مقدمة هنا الإعادة في الصورة. شوف حضراتكم، شوف هنا حد تدخل معاه، طبعا تدخل بقوة كمل كده في القدم وسلامات، وكارت أصفر واضح إن هو اداله كارت أصفر، يبقى بطاقة صفراء أولى للاعب بدر ياقوت صاحب القميص رقم 14 اللي هو الظهير الأيسر لفريق أهلي الإمارات. عبيد محمد أهلي دبي. في لغة الكرة يقول لك أول 5 دقايق أول 10 دقايق مهم جدا لما تلعب خارج ملعبك إن أنت يبقى فيه متزن جدا دفاعيا، تمتص هجوم الفريق أصحاب الأرض. ده اللي عمله المدير الفني اللي هو إيفان هيليسك. وادي الهجمة في منتهى الخطورة، رائع جدا فريق أهلي الإمارات. الأهلي الإماراتي يتقدم عن طريق أحمد خليل في الجبهة اليمنى صاحب البشرة السمراء، لعيب خطير جدا بيلعب كجناح أيمن في 4-4-2 طريقة لعب طبعا الأهلي دبي. هنا طبعا محاولة لكن كابتن التيم بيضغط اللي هو مرتزى سعدي، مدافع قوي جدا وأيضا بيلعب في المنتخب الإيراني. أمامية هنا الرأسية لكن الدفاع منظم. عبيد خليفة إبعاد في الناحية اليسرى تصل عند فيصل خليل. فيصل خليل مقطوعة كورة، لسه الكورة في الملعب، استحواذ وضغط وفاول، مخالفات كتيرة طبعا، يعني طبعا خدوا المبادرة ما فيش كلام فريق إيران. هيلعبها صاحب القميص رقم 7، لعيب مؤثر في نص الملعب، واضح ان هو صانع الألعاب، هو